السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أسماء كوك. اليوم حبيت أشارك معكم وصفة الكعبوش مباشرة مع المقادير. المقادير هي عندنا هنا كيلو نتاع غرس منزوع النواة، و200 غرام نتاع زبدة، شوية تاع العكري الحلو أو البابريكا، وعندنا هنايا ندو نصف تاع كيلو سميد نصف خشن أو متوسط. مباشرة مع كيفية التحضير. عندنا كيلو غرام. بالنسبه للغرس راني نظفته ما فيش كامل النواه، من بعد باش وزنته تحصلت على كيلو غرام. ندو هنايا نصف العلبه نتاع هذا السميد نصف خشن، انا ديت ماركه عمور. ندو حوالي كاسين اللي هي نصف العلبه، او تحبوا توزنوها هكذا. يعني هذه الوصفه ما تسحقش ميزان، كانوا الناس بكري يخدموها عينة ميزانك هكذا. او 200 في الكاس، 200 غرام. هكذا 200. ساقوا شويه هكذا. نحطوها على النار، نحمصوها حتى تاخذ اللون الذهبي، ما نغفلوش عليها، نبقاو دائما معها حتى تاخذ اللون الذهبي. وقت نذوبوا الزبده هنايا دائما مع الخلط ما ننساوش. لازم تكون المقلاة ثقيله باش ما تنحرقش لكم. نحطو هنايا التمر تاعنا او الغرس هكذا، نوجدوه لو طون طيب لنا الشيشه او السميد نصف خشن مع مواصله التحريك. هذا هو اللون اللي نحوسو عليه هكذا. نجو نديروه مباشره على الغرس تاعنا، نزيدو نحطو الكاس الثاني على النار بنفس الطريقة مع مواصلة التحريك هكذا حتى ياخذ اللون الذهبي. ما تخلوهاش وتروح ولا تغفلوا عليها وتخلوها تحرك هكذا. بعد ما طابت لينا الثانيه، انا الامانه راني زدت نصف كاس هنايا، زعما راني درت 2 كيسان ونصف، ما يعادل نصف كيلو غرام نتاع الشيشه. والان نحاولوا ندخلوا هذاك الشيشه في الغرس، خاطر مازالها سخونه، وهذيك الشيشه هي اللي راح تسخن الغرس تاعنا. خلوها شويه هكذا. الان نستعملوا يدينا هكذا بشويه، خاطر مازال سخونه. هكذا والآن نضيف الزبدة المذابة 200 غرام هكذا. مازال سخون، خلوه شوية، نحاولوا بالملعقة هاك. بالنسبة للكعبوش حنايا عندنا في مناطق الوسط بلاد نايل، حنا عندنا
اللي يكون بالسميد رقيق نسموه بسيسه، اما كي يكون بالسميد الخشن يعود اسمه الكعبوش. ونديروه معروف صدقه ولا في الافراح ولا المراه النافس يدهولها هكذا. وعندنا حنايا التمر لازم يكون غالب على السميد، مش كيما المناطق الاخرى يديروه ايكال، يديروا الشيشه ايكال مع التمر هكذا. نعرفوه كالعجينه، هو بزاف سخون. من الاحسن دائما تنقوه قبل ما معناتها تنحوا النواه قبل، خير ما تاخذوه بالنواه تاعو. في هذه الاثناء نضيف شويه نتاع البابريكا، ملعقه، حوالي ملعقه صغيره هكذا لتعزيز اللون فقط. لكي يمتزج جيدا لازم نعركه تري بيان، هذه الخطوه اوبليجي ديروه. هكذا يكون جاهز. انا عندي هذا مول السيليكون، برك حبيت ندير له شكل جديد. هو سابقا ما كانش يدير في اشكال، ولا كان يدير دواور هكذا. نضغطوا عليها جيدا هكذا، تخلصوا من الزوائد. ويتكل سخون ماشي بارد، هذه تخدم هكذا يقدموه. هذا الشيء ما لازمش تخلوه زعما يبرد ولا هكذا. والتقديم تاعكم يكون اختياري كما تحبوا. نضغط من كل الجوانب باش يدي الشكل هكذا. هذوك الحواشي نعدلوهم هكا، حنا نتحكموا في الشكل كما الكامل معهم هكذا. هذا التقديم تاعو القديم كان كيما هاك، يديروا بهذا الشكل هكذا. ما كانوش يديروه في الطابع. وكان ثاني يسمى زاد الحجاج، كانوا يدوه معاهم الحجاج اللي كانوا يحجوا بكري سابقا عن طريق البر. يعني هذه الوصفه قديمه جدا جدا، ما لازمش نبدلوا فيها بزاف. هذه هي البسيسه تاعنا او الكعبوش الخاص بولاد نايل مناطق الوسط، اللي ان شاء الله تعجبكم بهذه الطريقه تاعنا. حنا نقولوا لها بسيسه كي تكون بسميد رقيق، كي تكون بسميد القليظ نقولوا لها كعبوش. هذا هو الاسماء تاعهم اللي عندنا. اما اسم تاع رفيس تونس وكامل هذه في مناطق الوسط، في مناطق الشرق الجزائري هما اللي يسموها رفيس تونس،
ويضيفوا لها كذلك العسل. احنا ما نديروش العسل، نديروا العكري. كاين ما يديروش، كاين يدير ثاني الزعتر البري في الشتاء يحبوا يديروها بالزعتر او المرا النافس. هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم اللي ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش اللايك وتدعموني في القناه. والان لحقنا الى نهايه الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.